مصر معروفة بآثارها الغنية والمتنوعة التي تعود إلى آلاف السنين. من أبرز هذه الآثار الأهرامات وأبو الهول ومعابد الأقصر والكرنك ووادي الملوك. سأقدم لك موضوعا شيقا عن أبو الهول. المقدمة: يعد أبو الهول من أشهر وأهم المعالم الأثرية في العالم، ويرتبط بالحضارة المصرية القديمة. يقع في منطقة الجيزة على الضفة الغربية لنهر النيل بالقرب من أهرامات الجيزة الثلاثة. التاريخ والبناء: تم نحت أبو الهول من كتلة صخرية واحدة من الحجر الجيري خلال عهد الفرعون خفرع، حوالي من 2558 إلى 2532 قبل الميلاد. يعتقد أن التمثال يمثل الملك خفرع نفسه، ويجمع بين جسم أسد ورأس إنسان، مما يرمز إلى القوة والحكمة. الوصف المعماري: يبلغ طول أبو الهول حوالي 73 مترا وارتفاعه حوالي 20 مترا. يتميز بتفاصيل دقيقة في وجهه وعيناه وأذناه، مما يعكس مهارات المصريين القدماء في النحت. كان التمثال في الأصل مغطى بطبقة من الجص والطلاء الملون، لكن معظمها تلاشى بمرور الزمن. الرمزية والأساطير: ارتبط أبو الهول بالعديد من الأساطير والرموز. كان يعتقد أنه حارس للأهرامات، يحميها من الأرواح الشريرة والمتطفلين. في الأساطير اليونانية، يعتبر أبو الهول مخلوقا يجمع بين رأس إنسان وجسم أسد، وكان يطرح الألغاز على المسافرين. الاكتشافات والترميم: تعرض أبو الهول لعوامل التعرية والتآكل عبر العصور، مما أدى إلى تضرر أجزاء منه. على مر السنين، تمت العديد من محاولات الترميم للحفاظ على هذا الأثر العظيم. في القرن العشرين، تم تنفيذ عدة مشاريع ترميمية لتعزيز الهيكل وحمايته من التآكل البيئي. الخاتمة: يبقى أبو الهول رمزاً خالداً لعظمة الحضارة المصرية القديمة وإبداعها الهندسي والفني. يعكس هذا التمثال الشامخ تاريخاً غنياً بالثقافة والأساطير، ويظل مقصداً للسياح والباحثين من جميع أنحاء العالم.